السلام عليكم ورحمة الله. معاكم شيماء عادل وفيديو جديد هنعمل فيه مع بعض شوية ممبار كده محمرين ومستويين وطعمهم وريحتهم جايبة لآخر الشارع. وأهم من كل ده نظافتهم. عندي كيلو من الممبار غسلته الأول بكوباية من الخل وبكربونات أو بيكنج باودر أي حاجة عندك. بيتغسل ويفور معاكي كده وبيتجرد كل واحدة واحدة. وبعد كده بغسله تاني بدقيق وليمون معايا وافضل وراه لحد ما يبقى زي الفل. وهنا بقى مكونات خلطة الممبار معايا 3 4 بصلات مبشورين. كل ما البصل يزيد كل ما بيبقى حلو قوي معايا. وكمان جزرية مبشورة. جربي الجزر المبشورة على الممبار وهيعجبك قوي. هنا بقى احط التوابل كلها على البصلايه وبعدين ادعكهم بيها معلقه قرفه، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود وجوز الطيب مبشوره والبهارات 7 بهارات. وعايزه تحطي حبه حبهان مبشورين صغيرين تمام معاكي. بقلبهم بقى كويس قوي في البصلايه يطلع ريحتهم كده. وبعد كده بضيف بقى على باقي المكونات. عندي هنا 3 كوبايات من الرز. عندنا الممبار الكيلو الممبار بياخد كيلو الا ربع رز. كيلو الممبار بياخد كيلو الا ربع يعني 3 كوبايات من الرز. هنا بقى حطيت انا عندي 3 حزم خضره مغسولين. طبعا الطبق كان صغير قوي فنقلت في طبق كبير. 3 حزم مغسولين ومتنضفين ومتقطعين والجزريه المبشوره ونص فلفلايه مبشوره. وحطيت معلقه توم جربيها مع الممبار 3 معالق زيت ومعلقه هريسه شطه كبيره. والبصل اللي عليه التوابل بتاعتي وحوالي 5 طماطميات مبشورين او مضروبين في الكبه. المهم ما يبقاش فيهم ميه. وحطيت عليهم 5 معالق من الصلصه. الخلطه الني في ني دي مش متسبكه بتبقى تحفه قوي مع الممبار. وهنا بقى الممبار انا بحشيه. في طريقتين للحشو الممبار. هنا ممكن تفتحي الممباريه كده وتنزلي في قلب الرز وبصوابعك الاتنين وبتملي الممبار معاكي. الطريقه دي بالنسبه لي مش سهله خالص. انا بحب الطريقه التانية ديت بتاخد مني وقت. بصوا هعملها قدامكم تاني. بنزل كده بوش الممبرايه في قلب الرز وبصوابعي الاتنين بملاهم. بدخل الرز جوه الممبار فبيتملي معايا. وطبعا ناخد بالنا ان الممبار ما يبقاش مليان رز عشان ما يفرقعش وهو بيتسلق. وكمان الطروف بتاعته نفضي منها الرز خالص علشان يبقى الرز اللي بينزل في الحله وقت السلق يبقى قليل خالص. دي بقى الطريقة بتاعتي. بفتح بصباعين كده الممبراية في ايدي وابدأ املى بالرز. دي اسرع واسهل بالنسبة لي. وبكمل الكمية كلها كده قبل ما طبعا بعد ما بغسل الممبار بقطعه. تقطيعه بقى ده على حسب انت بتحبيه صغير بتحبيه طويل. بس احلى تقطيع للممبار لما تبقى الممبراية طول كف ايدك كده. بتبقى حلوة قوي. ولما بتستوي كده بتبقى مش كبيرة قوي ومش صغيرة. انا بعد ما خلصت الكمية كلها بوريكوا. بص الطروف اهم حاجه طرف الممبرايه يبقى مش ما فيهوش رز كتير. وهنا بقى حطيت ده بواقي الخضره اللي انا مقطعاها وبواقي الطماطم اللي انا بشراها. وده كان بواقي البصل اللي انا مقطعاه. انا ما برميش حاجه كلهم ورق لوري وحبهان مطحون وفلفل اسود. دي الشوربه بتاعتي اللي انا هحط فيها الممبار. ممكن الشوربه ما تحطيش فيها حاجه خالص بس انا بحب اظبط الشوربه. الشوربه بتبقى بتدي للممبار طعم برضو. هو الممبار فيه كل حاجه. خدوا بالكم والممبار واحنا بنحشيه الدهن لجوه علشان يديله طعم كده للرز من جوه. خدوا بالكم الميه لازم تكون مغليه جدا واحنا بننزل فيها الممبار علشان يقفل على طول والرز ما يطلعش منه. هنا انا خلصت كل كميه الممبار. بصوا الميه لونها حلو ازاي. بعد ما غلي بقى بحوالي ربع ساعه. هو ما اخدش معايا نص ساعه الممبار وكان استوى. الممبار ما بيطلعش سوا كامل. بصوا هنا. بص لون الميه حلو ازاي. الممبار ما بيطلعش معايا ما بياخدش سوا كامل. بيطلع 3/4 سوا لانه بيكمل سواه برضو في التحمير. هنا بقى انا طلعته كله. طبعا واحنا بنحمر بنشيل اي رز عليه من بره علشان ما يفرقعش في الزيت. ولو عجبتكم طريقتي ما تنسونوش بلايك واشتراك في قناتي علشان يوصل لكم كل جديد.